القوة مش دايما انك تقول الحقيقة ولا انك تبين كل حاجة. اوقات اللعبة بتكسبها لما تعرف تتحكم في الصورة اللي الناس شايفاها عنك. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة بقى هقولك على 3 قوانين جداد من لعبة القوة هيعلموك ازاي تبقى موجود في دماغ الناس بالطريقة اللي انت تختارها. هات يلا ورقة وقلم ويلا نكمل. القانون 13: لما تطلب حاجة اطلبها بالطريقة اللي تكسب بيها اللي قدامك. في واحد كان دايما بيطلب مساعدات بصراحة، فالناس كانت بتتهرب منه، لكن لما بدأ يطلب بطريقة تخلي اللي قدامه يحس ان هو كمان بيكسب، بقى الكل عايز يساعده. القوة مش في الطلب، القوة في الطريقة. القانون 14: اتعامل مع الناس وكأنهم أعظم مما هم عليه. في بنت كانت شغالة في التسويق، وكانت بتتعامل مع العملاء وكأنهم كبار الشخصيات، بتسمعهم كويس وبتشكرهم باحترام، فكانوا بيرجعوا لها كل مرة وبيحترموها أكتر. القوة في إنك ترفع اللي حواليك مش تهينهم، ساعتها هم نفسهم هيرفعوك. القانون 15: اسحق عدوك تماما بس في صمت. في راجل كان عنده خصم دايم بيضايقه ويقلل منه، وفي يوم قرر ما يردش بكلمة. اشتغل ونجح وطلع فوق، لدرجة ان اللي كان بيهاجمه بقى هو اللي بيحاول يقرب منه. القوة مش دايما في الانتقام، القوة في النجاح اللي يخلي الكل يسكت. في النهاية في لعبة القوة الناس هتشوف الصورة اللي انت رسمها، فاختار ألوانها بعناية. ما تحكيش كل حاجة، خلي إنجازك هو اللي يتكلم بدل لسانك. نصيحتي ليك في الحلقة دي: ما تلعبش على المكشوف. الناس بتحب اللي غامض بس بتخاف من اللي ورا الغموض. وبكده أكون خلصت خلاصة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة، واستناني كل 3 وجمعة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.